وبعد ما سلقنا اللحمة في الفيديو اللي فات مع اكتشاف نوع اللحمة، تعالوا النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي. طبعا عارفين هنعمل ايه من عنوان الفيديو، هنعمل بسلة. طب يا ترى بقى البسلة اللي انا فرستها في رمضان، تعالوا نشوف هعمل ايه. بصراحة ما كنتش متخيلة النتيجة هتبقى بالطريقة دي. تقولوا النتيجة ابهرتني، تقولوا النتيجة صدمتني، المهم هنشوف مع بعض نتيجة تفريزي في رمضان كان عامل ازاي، علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويديكوا الصحة والعافية يا رب. وايه ونعمل مع بعض تفريزات تبقوا عارفين وضامنين التفريزات بتاعتي عاملة ازاي. طبعا احنا بعد ما سلقنا اللحمة بيبقى فيه كده قطعة ليا انا بحطها مع اللحمة، فبطلعها اديها تشويحة كده مع شوية زيت او شوية سمنة واحمر بيها اللحمة، بتبقى طعم اللحمة حلو قوي. لو حتى الولاد بيرفضوا ياكلوا اللحمة فبياكلوها بالطريقة دي. وبصلتين بقى كده وسط وهننزل بيهم باللحمة دي على اللحمة. مش بحب طبعا احمر البصلة قوي عشان احنا في الحر، فاديتها تشويحة كده ونزلت بنص كيلو من الطماطم. وبصوا شكل البسلة يا جماعة، والله العظيم اقسم بالله العظيم انا ما كنتش متخيلة البسلة هتطلع خضرة زي ما هي كده، واكني لسه جايباها من الخضري ومفصصاها. اقسم بالله والطعم والريحة بقى وانا بطبخها كده، كان جوزي بيقول لي انا بجد شامم ريحة بسلة حلوة قوي. ما تخيلتش الريحة دي والطعم دي، ما فيش اي طعم فيها متغير خالص. فالبسلة بجد يا جماعة والله العظيم كانت شكلها، بصوا بقى كمان الجزر لونه زي ما هو بالظبط، لونه اصفر او اورنج يعني زي ما هو كده. ونزلت بيه بقى كده، بنطلع البسلة من الفريزر. انا بحب اديها شطفة، عايزة تنزلي بيها كده عادي. والبسلة بقى علشان انا ما كنتش غاسلة الجزر فنزلته كده في مية، بس بطلع الحاجة في وقتها، ما نطلعش الحاجة قبلها بفترة. هننزل بقى بشوية ملح وشوية فلفل كده، ونسيب البسلة دي تاخد وتدي مع نفسيها كده وتستوي سوا حلو جدا. وتستوي يعني معانا لحد ما نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه تاني. لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وبجد بجد يعني انا لساني عاجز عن الشكر يعني لو كلمة شكر واحدة مش هتوفي الكلام الجميل اللي بيوصلني من احلى اخوات في الدنيا. مش قادرة اذكر حد بالاسم علشان مش قادرة انسى، يعني مش راضي عشان ما انساش اسم حد عموما. يعني هنعمل مع بعض كده مع بعض شوية لسان عصفور بالسمنة البلدي كده، او باي سمنة بجد اعملوها هتبقى حلوة قوي للولاد. والاكله دي يعني هنقول احنا في حر، احنا مش يعني الجو حر مش عايزين نطبخ الكلام ده، طريقه الخضار بالطريقه دي مش هتحسسك ان انت في حر. ولازم ندي الولاد كده كل فتره شويه خضار كده، علشان خاطر طبعا الفيتامينات وكده، فلازم نديهم شويه خضار وشويه شوربه كده، وعلشان يعني نحس كده ان احنا اكلناهم حاجه مفيده. حمرت بقى اللسان عصفور، ولسان عصفور من الحاجات اللي يعني مش زي الرز خالص. لسان عصفور لازم تحمريه تحميرة زيادة شوية، علشان ما يعجنش منك ويبقى ابيض كده في الشوربة يبقى مش حلو. فحمرته تحميرة حلوة كده ونزلت بيه على الشوربة. وهنعمل بقى شوية رز عظمة يا جدعان والله العظيم، مفلفل وجميل. هننزل كده بمعلقتين او معلقة كده صغيرة من السمنة او الزبدة، تقدري تعمليه بالزيت على فكرة برضو عادي خالص. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرزقكم اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل شوية رز كده بالرز محمر يعني جنب الاكلة دي، وهتبقى جميلة جدا. عبال بقى ما نحمر الرز نقول بجد بجد يعني مش قادرة يعني اعرف اشكركم ازاي على حبكم ليا. يعني بيني وبينكم شاشة، بس قلبي دايما حاسس بكل حد بيطلع كلمة حلوة. انتوا بجد اخواتي والله العظيم، ما كلمة بقولها. ربنا بجد يا رب يا رب يديمكم نعمة كبيرة في حياتي، ويجعلني كده ان شاء الله قد المسؤولية ليكم ان شاء الله، واكون قد كل كلمة بتطلع منكم.
كل حرف بيطلع منكم ان شاء الله اكون قده باذن الله، وربنا يعيني كده ويديني الصحة واديكم على قد كلامكم الجميل، على قد ما يعني تعبكم معايا بجد. والله ما هنسى اي اخت بتقف جنبي، اي اخت بتكتب لي كلمة حلوة مش لاقية كلام اقوله، يعني بجد والله العظيم يوصف مدى سعادتي بيكم. انا سعيدة جدا جدا، وعلى قد ما بكون تعبانة بقول في ناس حلوة مستنياني، ما ينفعش ان انا اكسل. طبعا بعد ما حمرنا الرز نزلت كده بكمية الرز الباقية، ونزلت بالمية على قد كمية الرز، ونزلنا طبعا بالملح، وخلاص على كده هنوطي بقى على الرز دوت، وكل حاجة هتستوي معايا، وهنرجع نغرف مع بعض كده في السريع. بصوا البسلة هي برضو، بصوا عايزة اوريكم البسلة قد ايه كانت خضرة وجميلة، وطعمها ولا دبلت ولا باظت ولا ريحتها غيرت ولا طعمها غير ولا الكلام ده خالص اللي انا بسمعه. خزنت الحاجة، لا بلاش تخزين الخضار، لا مش عارفة ايه، اقسم بالله انا ان شاء الله ربنا يدينا العمر في التفريزات ان شاء الله لازم ازود، يعني من اهم الحاجات دي البسلة بصراحة. خلصت بقى كده الاكل وهنغرف مع بعض كده الشوربه. كنت مستعجله بقى بجد لان هم خلاص كانوا ايه بيوكوكوا مني خلاص بقى كده غرفت، وتعالوا بقى كده ايه كلوا معانا بألف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بصوا شكل البسله جميل، واللحمه كانت مستويه وما خدتش فعلا معايا اي سوا خالص، والشوربة كانت جميلة، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، ويكرمكم ويرزقكم يا رب، ويكبر بخاطركم. كل حد بيكبر بخاطري ربنا يكبر بخاطره ان شاء الله، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. لو عجبكم الفيديو بقى حبايبي ما تنسونيش في الشير والسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم اللي بتسعدني ان شاء الله. هتشوفوا فيديوهات اللي جايه هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم على خير، باي باي.